الفيلم اليوم عبارة عن قصة صحيحة لمقاتل عظيم، وبيكون واحد من أعظم وأقوى المقاتلين بالعالم ومؤسس فن الكاراتيه، وبضربة واحدة ممكن يكسر قرون ثور بسهولة. وبيبدأ الفيلم سنة 1939، وهذا بيكون تاريخ احتلال اليابان لكوريا. والمقاتل العظيم بيدال بيشوف منشورات على انه الجيش الياباني بحاجة متطوعين لحتى يتعلموا بمدرسة الطيران الياباني، وهذا بيكون حلم لبيدال. وبالفعل بيهاجر بيدال على اليابان بشكل غير شرعي، وبيلتقي مع تسو اللي بيكون رايح على نفس المدرسة. وبالفعل بيوصلوا وبيكونوا فرحانين كتير، وبتبدأ تدريباتهم وبتكون قاسية جدا. وبينصدموا بعدين لما يعرفوا انه هاي التدريبات لحتى يعملوا عمليات مفخخة بعاصمة اليابان، يعني هاي المدرسة غير مخصصة لتعليم الطيران. ولهيك بيقرروا بيدال وصاحبه تسو انهم يهربوا من المدرسة. وبالفعل بيعملوا خطة وبيغادروا المكان بمنتهى الهدوء، ولكن مع الأسف بيحسنوا يمسكوهم، بيربطوهم على عمود كعقوبة إلهم. ولكن فجأة بتصير غارة على اليابان وبتولع المدينة بالنار، والطيارات بتصير تضرب عليهم. وهاي بتكون فرصة لبيدال وتسو انهم يهربوا من المكان. بس هدول الاثنين كتير حظهم سيء، لان بتجي مجموعة من الشرطة وبيمسكوهم مرة تانية. بس هالمرة بيكونوا رح يخلصوا على تسو. وهون منشوف نظرة تحدي وبطولة بعيون بيدال، وبتتحرك عنده مهارات البطولة، وبيدافع عن صديقه وبيضرب كل الجنود الموجودين. ورئيس الشرطة بيعجب كتير بمهارات بيدال وشجاعته، وبيقرر انه يتنافس معه بمعركة، ولو فاز رح يتركه بحاله، ولو خسر رح يخلص عليه. وبتصير معركة شرسة بين البطلين وبيتفوق فيها بيدال. والضابط الياباني بيغضب كتير وبيكون رح يخلص على بيدال، ولكن بيتركهم يمشوا. وبعد مرور سنة على هاي الأحداث تستسلم اليابان بسبب القنبلة النووية اللي انضربت عليها، وبتتحرر كوريا. ومنشوف تسو وبيدال مكفين حياتهم باليابان وعم يشتغلوا بالمكان اللي بنلعب فيه قمار، وبتدخل عليهم عصابة وبيكونوا أشرار وبلطجية وبدهم ياخدوا مصاري من تسو، وبصيروا يضربوه. وبيدال بدافع عنه، وبتصير بينهم معركة عنيفة. ولأن الكترة بتغلب الشجاعة بيضربوا بيدال، ولكن فجأة بيدخل شخص وبيضرب العصابة وبيدافع عن بيدال وتسو. ومنعرف انه هاد معلم بيدال واسمه بوزمي، وما حدا يتمسخر على الاسم لأنه أنا نوردن حبيته. وبياخدن بوزمي على مكان عمله، وبيكون عم يشتغل حارس امن بسرك. وهون بيطلب منه بيدال انه يعلمه مبادئ القتال من اول وجديد، لان كان من احسن المعلمين اللي علموه. وبوزمي بيرضى يعلمه وبيعطيه كتاب مبادئ فن الكاراتيه. وبيبدأ بيدال يدرس بالكتاب ويتدرب. وبأحد المرات بيشوف بنت يابانية بالشارع، وفي شباب عم بيحاولوا يحتدوا عليها ويعملوا معها كذا مزة. وبيدال البطل بيهجم عليهم وبيضربهم وبيدافع عن البنت. وبتتكرر الحالة معه كتير، ووين ما بيشوف بنت عم تتعرض للاعتداء بيدافع عنها. وبصير بيدال مشهور بلقب المدافع عن البنات، ولكن بالمقابل بيكون فيه ضده شكاوي كتير، وبصير مطلوب للعدالة. وبعدين منشوف محارب ساموراي بيجي لعند بيدال وبياخده لعند الضابط الياباني اللي دارت بينهم معركة قبل سنة وتركه ويمشي. والضابط بيخبر بيدال انه معجب بشجاعته ومهاراته كتير، وانه هو اول واحد استطاع انه يلمسه بمعركة، مع انه عم يتدرب على الكاراتيه من عمر ال5 سنين. وبعدين بيرجع بيدال لعند صاحبه وبيخبره عن زيارته، وبيخبره كمان انه شاف عصابة الاشرار اللي كانت بدها تاخد منهم المصاري. وبالفعل بهذا الوقت منشوف العصابة عم تتخانق مع بوزمي، وبتدور بينهم معركة خطيرة جدا وحركات رائعة بين الطرفين. وبوزمي بيحسن يضربهم كلهم بمهاراته القتالية، ولكن اكيد الكترة رح تغلب الشجاعة. وبالاخير بيتمكنوا من بوزمي وبيخلصوا عليه يا حرام. وبيوصل بيدال متأخر، وبيكون بوزمي فارق الحياة وبيحزن كتير وبيغضب وبيروح لحتى ينتقم من العصابة. ولكن بيشوفها بمعركة كبيرة مع مجموعة السيرك، وبيعرف بيدال انه هو لسه بحاجة للتدريب اكتر. لهيك
بياخد كتاب الكاراتيه وبيطلع على جبل وبصير يتدرب من الكتاب تدريبات صعبة كتير، ولكن بيستحمل وبيتابع تدريبه وبيكون مقاتل بطل مثل معلمه، وعنده مهارات عالية كتير وبيطور مهاراته وبينميها. ومع الزمن بيحب يثبت انه هو اقوى مقاتل، وبيروح على مدرسة كاراتيه وبينافس التلاميذ اللي فيها وبيتحدى المدرب كمان، وبسهولة بيهزمه وبيروح على كل مدارس الكاراتيه وبيتحدى المدربين وبالفعل بيغلبن كلهم. ورحلته ما بتوقف هون، كمان بيغادر على مدن تانية وبيتحدى المدربين وكمان ما بيحسن حدا يهزمه. وهون بينشهر بيدال وبصير مشهور انه هو المقاتل اللي مستحيل حدا يهزمه. ولكن بنشوف ضابط ياباني عم يحكي انه اللي عم يعمله بيدال غير احترافي، وانه مساعده اللي اسمه ايوما بيحسن يهزمه بسهولة. وبيسمع بيدال الكلام وبيروح ليتحدى ايوما المساعد اللي بيكون محترف وسريع جدا، وبتدور بينهم معركة شرسة ورائعة بكل معنى الكلمة. وبيشعر بيدال انه الموضوع خرج عن سيطرته، لانه ايوما ما بيحسن يجرح بيدال بالسيف، وبتضل المعركة بينهم طوال الليل. وبيدال بيضرب ايوما بشكل عنيف وبيكسر له اسنانه، وبعدين بنشوف انه الفجر طلع وانتهى القتال. ولكن مع الاسف بيكون مات ايوما، وبيدال يحزن عليه كتير لان ما بيكون حابب يموت حدا بسببه. وبتيجي الشرطة وبتاخد بيدال، وهون بيجي لعنده الجنرال وبيخبره انا مصدوم كيف حسنت تخلص على مساعدي، ولكن إذا حابب تشوف المهارات القتالية الحقيقية لازم تواجهني. وهون بيدال بصير يصرخ وبيخبره انه ما عاد بده يتعارك لان ما بده يخلص على حدا. والجنرال بيرد عليه انه اذا بدك تتعلم الفنون القتالية لازم ترضى انه تتحداني بمعركة، لانه مهمتي هي اصلا انه حافظ على الفنون القتالية اليابانية. وبعدين بنشوف الشرطة افرجت عن بيدال لان كانت جريمته كانت دفاع عن النفس. وبيطلع بيدال من مخفر الشرطة وبيروح لعند زوجة ايوما، وبس يشوفها بيعرفها عن حاله انه هو الشخص اللي خلص على زوجها. والزوجة بتخاف كتير وبتاخد ابنها وبتدخل على البيت، بس بنشوف بيدال ضل امام البيت للصبح. ولما تطلع زوجة ايوما تنصدم انه لساته موجود، وبيدال بيعطيها لباسه الكاراتيه وبيخبرها انه هو ما عاد رح يحارب مرة تانية وما رح يمشي لحتى تسامحه. وبعدين بنشوف ابن ايوما بالشارع وفي مجموعة اطفال عم يزعجوه ويتمسخروا عليه انه يتيم، وبيروح لحتى يساعد الولد. وفورا الاطفال بيهربوا وابن ايوما بيطلب من بيدال انه ياخده على جبل، وبيعمل بيدال مثل ما طلب منه. وبتمضى الايام ومنشوف بيدال عم بيساعد الاسرة بكل شيء، وصار قريب منهم وعلاقتهم جيدة جدا. وبعد ما تكون صارت حياته جيدة بيجي لعنده تسو وبيخبره انه اليابانيين بدهم يتحدوه. ومو بس هيك، كمان بفرجيه على صورته بالجريدة، وكمان بيخبره انه العالم والجرايد عم يحكوا عليه وعلى زوجة ايوما انه في بينهم علاقة وعم يعملوا كذا مزة مع بعض، خاصة انه هو عم بيساعد الاسرة بكل شيء ومعتبر ابن ايوما انه مثل ابنه. وبيحاول تسو يستفزه، ومع ذلك بيدال بيكون لساته متمسك برأيه وما عاد بده يقاتل. ولكن زوجة ايوما بتسمع كلامهم وبتخبر بيدال انه الصحف دائما بتكذب، وبتشجعه يتابع الكاراتيه وبتعطيه لباسه وبتطلب منه يهزم اليابانيين، وبتصير تشجعه. وبالفعل بيدال بيقرر يرجع للكاراتيه، وتاني يوم الصبح بيلبس لباس الكاراتيه وبعيونه عزيمة واصرار ليهزم الجنرال. وبيوصل لمكان القتال، وبالبداية بيتقاتل مع رجال الجنرال لحتى يوصلوا. وبالفعل بيكون بيدال مقاتل خطير وبيهزم رجال الجنرال كلهم لدرجة ما عاد بيحسنوا يتحركوا بسبب قوة بيدال. وأخيرا بنوصل للقتال اللي كلنا ناطرينه بين الجنرال وبيدال. والجنرال بيصير يسخر من بيدال وبيخبره وين بدك ادفنك بعد ما خلص عليك. وبيدال بيكون جاد كتير وبيخبره ادفني تحت السماء. وبيبدأ أجمل قتال ممكن تشوفه بحركات خيالية قتالية رائعة، ضرب وقتال وتكسير عظام، وبيكون الجنرال مسيطر على القتال تماما.
وبدال بيغضب جدا لأن ما بيحب انه ينضرب، ولكن بيعرف اذا فقد اعصابه راح يفقد مهاراته. لهيك بيحاول يهدي حاله وبيتابع القتال الجميل والحركات الرائعة. وبنصحك نصيحة، اذا كنت حابب تتعلم كاراتيه احترافي اتفرج على هاي المباراة. وهون منشوف بدال عم بيقاتل باحترافية عالية، وبدأ يسيطر على القتال ويطير بالهواء، وبسرعة رهيبة بيضرب الجنرال بحركة بيكسر له ايده، وبتصير معركة عنيفة وبيسيطر فيها بدال، وبيكون خلص راح يضربه الضربة القاضية. ولكن بدال بيتراجع بآخر لحظة لأن بيتذكر كيف خلص على أيوما ومات بسببه وما بده ضحية جديدة. وهون الجنرال بينصدم من أخلاق بدال وشجاعته، وبيعترف بفوز بدال عليه، وبتكون نظراته نظرات حب واحترام، وبيغادر بدال. ولكن هرمونات الشجاعة والبطولة والرجولة عنده بتزيد، وبصير يحاول يثبت انه هو الاقوى وما حدا بيحسن يهزمه. لهيك بصير يحارب الثيران وبيتغلب عليهم وبيكسر قرن تور بضربة واحدة. وهيك بيكون بدال هو المقاتل الأقوى حرفيا اللي ما حدا بيحسن يهزمه. وبينتهي الفيلم مع نظرة الانتصار والبطولة بعيون بدال. وبصراحة الفيلم مليان أكشن وحركات، وأعصابك بتضلها مشدودة 1,000,000%. شاركني رأيك بالتعليقات، ولا تنسى زر اللايك والاشتراك. كان معكم نوردان، بحبكم يا أحلى عيلة.